قول يا دكتور محمد. كويس. قول. الجماعة قرايبنا ها. اللي هم عاوزين يوكلونا الحجر اه راحوا أسوان، اتفقوا مع الصيادين يجيبوا لهم تماسيح. هم عايزين تماسيح تعدي السد والخزان عشان تيجي هنا فين هنا؟ تاكل باقي السمك اللي فوق بحري، يعني من أسوان لحد هنا. يعني ممكن نلاقوا في صلاح يعني. سالم؟ يا فندم ممكن يجوا هنا القناة. هي اسمها القناه فعلا، فممكن يجوا. ايوه ايوه ممكن يجوا القناة. عاوزين يجيبوا جم الصيادين اصطادوا وكان في ظهر فعلا حاجه زي وبينباع كده فترة. التمساح طوله متر، على اساس ان الناس اللي عندها بانيوهات وحمامات سباحه وبتاع لحماده يعني. يبقى عندهم تماسيح. تمساح لحماده. يبقى عندهم تماسيح. وانت مش احسن مني بقى. انت عندك تمساح يبقى عندي اتنين. خدت بالك؟ سائح طيب يعني جاي منين مش عارف، قاعد على قهوه، اشترى 10 تماسيح وقال لشبابنا الشباب الحلو الجميل ده شيلوا التماسيح دي وهاتوها لي المركب. فكل شاب شال التمساح هياخد له $10 ولا حاجه، ودوها المركب وخدوا الدولارات وروحوا، وهو راح طليهم في النيل. انا لله وانا النيل اللي هنا، النيل بتاعنا هنا. علم المحافظ فاصدر قرار بعدم صيد التماسيح. وليه الراجل المؤذي ده عمل كده الاجنبي ده ولا لا؟ ليه كده؟ لانه هو لازم هو مش يدمرك. أجنبي ده انت عادي لو تعرف حضرتك. الاستاكوزا بقى موضوع تاني، اللي هي خربت الوجه البحري كله ودمرت الزراعه في مصر، ده موضوع تاني. لا خلينا الاول في التمساح. التماسيح. أيوة. ندخل تمساح كده. ندخل تمساح. فصدر قرار الاسبوع اللي فات من السيد المحافظ اللي عينته الثوره. اللي عينته الثوره. ايوه ده واحد جديد. ما انا عاوز اقول لك ان ده احنا دلوقتي داخلين في خراب متوارث. اللهم صل على النبي. فالسيد المحافظ اصدر قرار بعدم صيد التماسيح من بحيره ناصر عشان يفضلوا ياكلوا السمك، عشان البلد ينخرب بيتها وتشتري السمك المسرطن والسمك اللي جاي من عند اوكوشيما دلوقتي واللي جاي من بحر مش عارف ايه. كل ده بحول علينا. كويس. مركز نفايات وده مطلوب. يعني اللي بيفكر ذكي. يعني اللي حاط لنا التماسيح في البحيره، خدت بال حضرتك، وادى لهم بتاع هرمونات عشان يعملوا تكاثر بسرعه، ده راجل معروف منين وجاي منين. واللي عدى التماسيح البر الثاني بعد السد ورماها في النيل وبترمى حتى الان، لان الصيادين يا دكتور محمد امال فين الاجهزه اللي عندنا اللي كانوا بيقول لك احنا بيتجسسوا على التليفونات وعليك في التواليت وانت بتتكلم في المطبخ وانت راكب في الاسانسير ويشوفوك وانت نايم ويقول لك احنا عارفين. حضرتك هو بيتجسس على حضرتك علشان يعرف اذا كنت انت معاه ولا لا، ولو لقاك ضده يزيد التجسس بتاعه لغايه اما يجي. يا خالد بيه، انما الكلام بتوع التماسيح دول لا. يا خالد بيه، في غبرات ساوي. انا لله وانا اليه راجعون. انت عارف لما جيت احلل لفظه وانتم سامدون لقيتها 28 معنى، وكل معنى يدل على الخلل العقلي. اللفظه اللي جت في القران دي ايه وانتم سامدون. بالظبط. السماده، عملت كتاب عن السماده. ايه هي السماده؟ انك تضر نفسك وتحرق نفسك وكانك تعمل صالح. يعني المحافظ ده ممكن ياخد نوبل للسلام، الجائزه اللي سمعتها سيئه دي، عشان حفاظا على التماسيح، عشان دمر مصر والعالم العربي وخلاهم ياكلوا سمك فيه البتاع ده ومحدش يساله. ولو اتكلم دلوقتي هيقول لك انا بدافع عن التراث، انا بدافع عن التماسيح، ده تراث قومي. يعني محدش هيقدر يقف قصاده نهائي. ايوه. انما لو في ميزان عدل وقيم، انت ضيعت على البلد دي ايه بقراراتك؟ ليه دلوقتي هوت الراجل ده ما ينزلش باللوريات في مراكب خطيره وينزل يضرب التماسيح ويطلب من القوات المسلحه مساعده، لان التمساح عاوز 14.5 مللي، يعني ما يضربش بالرصاص العادي. في طلقات هواء حضرتك عاوز 14.5 مللي اللي هو في الدبابه ده. طلقه هواء بتتضرب فيه بينفجر، او الديناميت بيصطاد الحوت. لا يستفيد. لا بس اصل الديناميت هيجيب لك السمك معاه زي بعضه، بس انا بتضيع مني بيضيع مني مليون كيلو. يعني 1000 طن يا خالد بيه. ده كلام عجيب. طب التمساح حتى ده ثروه، يعني ممكن جلده ده يعمل حاجات كتيره جدا متهيألي يعني. لا هو يروح في داهيه بجلده بكله
ويبعد عننا، عشان انا عندي ناس عندها انيميا وفقر دم وما بتاكلش سمك خالص. زي سيادتك ما قلت، السمك اصبح شعار الاغنياء. هي المفروض ان دوله فيها وليه الناس ارفع راسك انت؟ طب هو شرعا مش التمساح ده يجوز اكل لحمه؟ هنبحثه في دي، نطحنوه ونودوه للدواجن. يعني هناك استغلال. يبقى فراخ متمسح كده. ايوه الفرخ داخل عليك ايوه. يعني هناك استغلال لمثل هذه الاشياء طبعا. لكن لابد من تطهير البحيره من التماسيح. والمحافظ لما يحوروا ضيوف وعايزين يشوفوا تماسيح يوديهم اوغندا، او يعمل لهم زي ما قلت سيادتك 5 فنادين ليم توشكا فاتحين في النيل ببوابه كده، ويبقى فيه تماسيح للرؤيه يعني. او نرمي فيهم المسؤولين، اذا كان هو عاشق، نرمي المسؤولين فاسدين. ايوه اذا كان هو عاشق ياخد حضرتك 50 فدان من الرمله يعمل فيهم. الخطوره الان نقل المشكله يعمل بحيره زي اللي موجوده في العباسه. لا الخطوره الان نقل التماسيح من امام الى خلف السد والخزان. دي الخطوره، لانه عاوز يشطب لك على كل سمكه بساريه لغايه رشيد ولغايه دمياط. يعني هو ناوي يمسحك من الوجود بس باسلوب ناعم وهادي وحلو وبايدينا. علماء اليهود قالوا لي في المؤتمر ورب موسى، احنا انتوا كمشايخ مش عاوزينكم تقولوا غير اللي انتوا بتقولوه. كويس؟ الخناقات بتاعت برضه هم مش عاوزيننا نعمل في بلدنا غير اللي احنا بنعمله. بالظبط. بس انا لله وانا اليه راجعون. لكن اللي قاعد على القهوه هناك ده وجاي من كوبنهاجن ومش عارف ايه ومعاه جواز سفر مش عارف ايه واشترى التماسيح ورماها في النيل، دي قضيه ثانيه. ده في دماغه ايه؟ ده دماغه عاوز يدمر كل حاجه. ايوه يا فندم. طب دكتور مهندس سياده العقيد، انا هنا في بيقول لك بدات حركه الصيد ببحيره ناصر يوم الاحد 14/5/2001 بعد ان تم اغلاقها امام صيادين وقوارب وسفن الصيد بالبحيره منذ شهر كامل. أوضح المهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر أن البحيرة تعاود فتح عمليات الصيد بالبحيرة بدءا من الغد بعد توقفها منذ شهر تقريبا بسبب حماية الزريعة السمكية الموجودة. الزريعة والتماسيح سعادتك. هي الزريعة والتماسيح. هو الشهر ده بيقفلوه. الزريعة والتماسيح. طيب. هو في بيمنعوا الصيد في الشهر ده عشان الزريعة. طيب هنا بيقول لك انه 2011 عام التماسيح في بحيرة ناصر. ايوه. اعلنت وزارة البيئة انه عام 2011 عام للتماسيح في بحيرة ناصر، وتبدأ الوزارة في التنفيذ اكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح للوقوف على اعدادها ومدى تأثيرها على انتاج السمك عشان يقدر يوفر لهم الاكل سيادتك. الله. هم دخلوا في التعداد. طبعا تخيل دخلوا في تعداد الشعب المصري. انت تقتل مصري ولا تقتلش تمساح. يا سلام. يعني التمساح بقى يعني بيقول لك توحش التماسيح في بحيرة ناصر يهدد السد العالي ويضع مصر في مأزق اتفاقيات الحفاظ على البيئة. مش لو دخل في توربين وجريد ده الكلام ده كلام خطير. وبيقول لك ان خزان مصر الرئيس من المياه العذبة واكبر بحيرة صناعية في العالم واحدى اغنى بحيرات القارة الافريقية بالثروة السمكية تحولت الى مزرعة تضم آلاف التماسيح التي تهدد اشكال الحياة الطبيعية في جنوب مصر، خاصة تدمير الثروة السمكية. بيقول قام فريق من باحثين الدنماركيين الذين يعملون على مساحة صغيرة من البحيرة تم إغلاقها بالشباك وتم صيد 18 تمساح. الدراسة حذرت من توحش أعداد كبيرة من التماسيح الضخمة في بحيرة ناصر، كشفت عن وجود ما لا يقل عن 70,000 تمساح، وهو ما بات يهدد حياة الصيادين ويهدر أكثر من 150,000 طن من الأسماك يوميا، فضلا عن تكاثرها بمثابة قنبلة موقوتة على بوابات السد العالي التي بدأت التماسيح تهاجمها بالفعل. لو دخلت توربينات هتعمل مشكلة. وبدأ أساتذة علوم البحار في مصر يقدر على أساتذة علوم البحار أعداد تلك التماسيح نحو 30,000 تمساح على الأقل، وأعداد التماسيح كذا وكذا. وفي جريدة الأهرام قالوا تماسيح وأسماك متوحشة تهدد الثروة السمكية في مصر. أكد مسؤولون عن الثروة السمكية أن هناك تناقص كبير في الثروة السمكية بسبب أسماك متوحشة اسمها أرانب البحر. أسماك متوحشة. أسماك تانية اسمها أرانب ده غير التماسيح. خطيرة جدا. ونقلت صحيفة الأهرام عن المسؤولين قولهم أن هذه الأسماك لحومها سامة وموجودة بالسواحل الشمالية، حيث تقوم بالتهام كميات كبيرة من الأسماك. يا عيني عليك يا مصر.
وأضاف المسؤولون أنه بالإضافة لهذه الأسماك تنتشر التماسيح حيث تستهلك أكثر من 135 طن يوميا من الأسماك. وأضافوا أن التماسيح تجاوز طولها 3 متر وتلتهم أكثر من 50% من الثروة السمكية، والتهمت، اسمع دي، والتهمت أكثر من 5000 كلب على الله العظيم، التهمت أكثر من 5000 كلب. ضاع السمك وضاعت الكلاب وضاعت التماسيح. فاصل ونواصل. هذا الالتهام لثروات هذا البلد الغلبان. ابكوا معنا. يا بلدنا فيك حاجة محيراني. نزرع القمح في سنين ويطلع القرع في ثواني. تماسيح، أسماك متوحشة، كلاب بتتاكل. رمولنا التماسيح في النيل، القمح بنفقد خمسه في العصافير. شيء عجيب جدا. يعني احنا كناش نعرف الحاجات دي بصراحة، وده كلام في منتهى الخطورة اللي لازم اللي احنا يعني نتكلم فيه. انا في الفاصل اتكلمت مع لازم نعمل حاجة نكون عمليين. المهندس العقيد مهندس حسام المواردي مؤسس جمعية حقوق أبناء مصر، الحقيقة الراجل بيقول يا جماعة أنا أعمل الكلام ده بسعر التكلفة، الصوامع ديت اللي تأكلنا القمح. قلت له طب ليه ما تعملهاش؟ قال لي خلاص احنا نعمل الدراسة بتاعتنا بسعر التكلفة لهذه الصومعة، ويتعمل رجال أعمال، يجي رجال أعمال يتبرعوا بقيمة التكلفة عشان نأكل بلدنا. ادي الكلام اللي يتقال، ادي الكلام اللي يجيب نتيجة. شخصنا الداء ونشخص الدواء. ليه ما نعملش صوامع يا رجال الأعمال؟ ده بيقول لك يعني ألوف معدودات، يعني ما هواش رقم، مش هندخل في القيم الكبيرة في الأرقام، لا يعني ألوف معدودة. بنكلم رجال الأعمال ليه ما يقوموش بتحمل تكلفة هذه الصومعة وتبقى باسمهم وملكهم، يأجروها لوزارة الزراعة أو يسلفوها لوزارة الزراعة أو يتبرعوا بإن القمح. تخيل لما تعين قمح للناس تاكل منه، تخيل لما ربنا يجعلك سبب. شوفوا يا جماعة والله العظيم أنا أول واحد بأعلن على الهوا متبرع بإنشاء صومعة للبلد دي، وهتبقى ملكي علشان تفضل موجودة ابتغاء مرضات الله للناس. عاوز بقى رجال أعمال ينضموا لنا في هذه المشكلة وفي هذه المهمة. وكل المطلوب منك يا باشمهندس حسام ايه اللي هتعمله بالظبط؟ انا هخلص حساباتي وهحسب التكلفه الفعليه ايه واقولها لحضرتك. ده الكلام السليم. وندعو كل رجال اعمال ان احنا ممكن اللي هيشترك معانا في هذه الحمله لانشاء الصوامع دي، ان احنا نجتمع مع بعض كلنا ايا كان العدد هنا في قناه ازهري، ونقعد مع الباشمهندس اول ما يخلص دراسته عن هذه الصوامع، ونبدا نتوكل على الله ننفذ على طول. بالمناسبه القمح لسه هيتزرع في نص فبراير، بينزرع من اول 11 ل 15/11. من اول 11 ل 15/11. هو المفروض هو على وشك يتجني، اللي موجود دلوقتي ده على وشك لا بيجيني وبتسلم دلوقتي يعني قدام مننا وقت كويس. في بركه كويس دلوقتي لو قدرنا ان احنا نعمله بسرعه. انا حضرتك لو بدات في التنفيذ اسلمك الصومعه في شهرين. ده ممتاز. ممكن تتسلم الصومعه في شهرين وتخزن قد ايه الصومعه الواحده؟ والله انا الحسبه اللي انا قعدت حسبتها من شويه يعني 100 طن. عند الحكومه 5000 لغايه 30000. 5000 لغايه 30. 5000 من 5 طن ل 50 طن. و5 طن ل 50 طن هو يعمل 100. خلاص يعمل 100. اورط شركات الاثنين بتوع الستاندرد العالمي بتاعها موجود معايا حضرتك برضه. شركات الاثنين بتوع ازهري حسن تطناكي ويحيى البستاني، كل واحد فيهم ملتزم الاخر بصومعه مبدئيا. انا عارف ان هم لو سامعيني دلوقتي هيقولوا اكتر من كده. يبقى معانا كام صومعه دلوقتي؟ ادي 3 مبدئيا. نبدا كل واحد يدخل بصومعه ونعملها ونخزن القمح لشعبنا ولولادنا. ده اللي هيفضل يا جماعه. هو ده الكلام، الصدقه الجاريه والعمل الخيري اللي احنا نعمله لاولادنا. مش ده الكلام السليم؟ طبعا. ولا نستورد من الصين صوامع ولا بس المهم يعني هو انا حتى كتبتها النهارده على الصفحه بتاعه الجمعيه عندنا او على صفحه المجموعه، يعني بسخريه تامه ان مصر ما بقاش فيها مهندسين ولذلك بقت بتستورد الصوامع كمان من الهند يعني ولا من الصين. ازاي يعني؟ ده يعني عندك شوف عندك كام كليه هندسه بتخرج كام مهندس؟
منهم يعني انا خريج الفنيه العسكريه. في فتره الدراسه بتاعتنا الكليه الفنيه العسكريه رقم 11 على مستوى العالم ككليه هندسه. اهو قالوا لي في التليفون اهو الحاج طارق العتال اهو، الراجل المحترم رجل اعمال التاجر بتاع الحديد اهو، هيدخل بصومعتين على بركه الله. الحمد لله. والاستاذ عمرو الطنبولي ايوه واحده، حلو كويس. 4 ادي بقينا 5 صوامع دلوقتي على الاقل. الحمد لله. مش كده، ادي 2 وادي 3 بقوا 6 صوامع. هو هنعمل صوامعنا. هو ده الدين، هو ده الدين، هو ده الدين. هو ده الدين. ها، والدل على الخير كفاعله. هنشترك كلنا، هنشترك كلنا، الصوامع هتتعمل وهنعمل كلها. معانا الدكتور مين؟ دكتور سعد. الدكتور سعد دكتور خلف العارف، كلية الزراعة. اهلا وسهلا ومرحبا دكتور. اهلا بيك يا خالد. دكتور خلف، شرفتنا في القناة وشرفتنا في اهلا بيك وانقذ ازاري. الله يبارك فيك. اهلا بيك بالاستاذ الدكتور ابو زيد المرشح لرئاسة الجمهورية والاخ العقيد. اهلا بيكم بالبرنامج الجميل ده. ربنا يخليك ويحفظك. ايه رايك في اللي سمعته؟ نعم. ايه راي حضرتك في اللي سمعته حضرتك؟ والله سيادتك التماسيح مش موجودة في بحيرة ناصر فقط، موجودة في الانتاج الزراعي برضه والنباتي برضه. كان في يعني حرب شعواء على الزراعه الفتره السابقه في كل المجالات يا شيخ خالد. لا اله الا الله. في مجال النباتي، في مجال الحيواني، في مجال السمكي. كانت حرب شعواء الفتره السابقه يعني بكل المقاييس يعني. ليه كانوا بيكرهونا كده ليه؟ بكل المقاييس، ليه اللي كانت لصالح حكمه من الناس يعني عشان يسترزقوا ويكسبوا في مال الشعب. ويكفي ذلك طبعا كانوا يجيبوا لنا الاقماح الفاسده واقماح المسرطنه عشان خاطر يسببوا اضرار فظيعه للشعب. بالمناسبه في 80% من زراع القمح بيشتكوا من التآكل. يعني كان بكل المقاييس 80% من زراع القمح. مش بس الثروه السمكيه، كان تماسيح في كل مكان. سياده العقيد مهندس حسام المواردي بيقول ان 80% من زراع القمح بيشتكوا من التقاوي. استخدموا التقاوي بتاع السنه اللي فاتت عشان التقاوي السنه دي فاسده. اي نعم. ايه تعليقك ايه على هذا الكلام يا دكتور؟ استاذ محاصيل الدكتور يعني خلف. كان حتى احنا في الجامعات لما ننتج اصناف من القمح جديده يقول لك وديها مركز البحوث تقيمها. مركز البحوث طبعا الناس واخدين تعليمات من الوزير بعدم صلاحيه الاصناف دي. ليه؟ يقول لك لا ما تنفعش الاصناف انتجوها في الكليات. ولا سيما رسائل بعض الاصناف الجيده والهدف ابن الجامعه والعاليه الانتاجيه، لكن كانت تقابل بالاهمال وبالرفض لمصلحه بعض الناس. لا. يعني ازاي تقيم الاماكن الاستاذ في الجامعه تقيم ازاي بالصنف بتاعي من استاذ؟ يقول لك لا ما ينزلش يسجلش هذا الصنف الا اذا وصل لمركز البحوث الزراعيه يقيموه لك في المركز. طبعا المركز بيجيب تعليمات من الوزير ان الاصناف ما تصلحش، اعملوها ارفضوها. دي اللي كان يحصل يا استاذ خالد. كان في حمله يعني او حرب شعواء، معنى حرب على الزراعه المصريه في الفتره السابقه، اهمال فظيع. كل وصل عايزين استيراد اسماك، استيراد حبوب، استيراد ثروه حيوانيه. طب احنا فين من هذا الوضع؟ ومصر فيها كل علماء وفيها كل حاجه. ربنا يبارك في فيك. النهايه نجيب واحد مثلا راجل يمسك الزراعه ليس له علاقه بالزراعه، بينما في الجمهوريه اكثر من 10 كليات زراعه. طب يجيب ازاي واحد متخصص اقتصاد؟ هو حضرتك المفروض ان الحكومه مش منطقي يا استاذ خالد. لما عندنا مركز بحوث زراعيه وعندنا اكثر من 10 كليات زراعه في الاف الاساتذه. نجيب واحد اقتصاد يقول له تعالى رساله اقتصاد يمسك وزاره الزراعه. هذا كانت سله الغذاء في يوم من الايام تحول الى اكبر مستورد في العالم. يعني ده حرام يعني. حرام ارحموا الزراعه واجعلوا الرجل المناسب في المكان المناسب. بارك الله فيك يا دكتور خلف. ربنا يخليك. شكرا ليك يا دكتور خلف، ويعني سعدنا بكلامك وحزنا لمعلوماتك التي قلتها يعني. كان قلتها لاستاذنا الدكتور محمد واحنا قاعدين بره قبل الحلقه. يعني هو طلب محدد. اولا طالما انا بنتج سلعه يبقى ما استوردهاش من بره. يبقى انا بقلص على المستورد ان هو الفرصه ان هو يوقف لي السلعه بتاعت بلدي. الحته الثانيه والاهم
ان اي هيئه حكوميه عنده مشكله يردها للجامعه. امال انا عامل الجامعه ليه؟ بدل ما دام بستعين بالاجانب يبقى اقفل الجامعات اللي عندي. صحيح. ونبقى احنا فوعليه تحت ايديهم. طبعا. ولا ايه؟ طبعا يستفيد منها كمراكز بحثيه. أيوة. هم الاساتذه جامعه انت سامع الراجل استاذ في كليه الزراعه بيقول لك كانت في حرب. حضرتك كل ما يجي بره الجامعات يا فندم الغريب ان ده موجود. انا عايز كمان 4-5 سنين 10 مهندسين. ده موجود دلوقتي. ايه اللي موجود؟ الحرب بعد الثوره. يعني لسه الدوله ما استقرتش، موجوده يعني ما خدتش اوضاعها لسه. العقول الكاسده موجوده، ولسه الناس اللي بتغذي العقول دي موجوده، ولسه الخطه الخراب محطوطه. واعتقد ان المسؤولين برضو ما زالوا من فلول النظام السابق. دي انا اعتقدها يعني. لكن كنت متاكد بنسبه 80% من الكلام ده يعني لسه في ناس ليها مصلحه ان احنا طبعا ما نلاقيش رغيف العيش طبعا، ولا كوبايه الميه طبعا، ولا السمكه ولا كوبايه الحليب ولا اي حاجه. توكلنا على الله. ماذا لو تم هدم السد العالي؟ اين ستذهب هذه التماسيح؟ هتيجي عندنا هنا. بالهلوس. ما انا قلت سيادتك، هم العلماء بيقولوا هيبقى فوق مننا هنا 168 متر ميه. فالتماسيح هيبقوا بيننا بقى عايشين يعني. طبعا. واحد بيقول لماذا لا تتبنى أزهري حملة تطهير بحيرة السد العالي من التماسيح؟ الحقيقة احنا بنخاف من التماسيح يا صاحب السؤال. واحد بيقول يا شيخ خالد تبنى إنقاذ البحيرة، ووالله لم تقابل الله بشيء من الحسنات، لو لم تقابل الله إلا بهذه الحسنة لكفتك. اللهم امين يا رب. بس هتبقى حسنه غريبه جدا. القى الله تمساح. لا هي حضرتك حته التبني في ان احنا يعني لا هو نوصل الموضوع للمسؤولين. يا ريت. يعني انا كنت عاوز اقول يا سياده العقيد ان انا لمست ان القناه لها تأثير، مشاهدين كتير الحمد لله، ولها تاثير، والناس بتلاقي فيها الوسط او بتلاقي فيها الاسلام يعني بمعناه. والقناه دي فيها خاصيه وما بيعلنوش عنها كتير، ان هي مش تجاريه. الحمد لله. فبتبحث عن الحقيقه المجرده، ما بتلاقيش اي اعلان. ودي مش موجوده، لان انا يعني اشتغلت في كل القنوات الفضائيه. دي مش موجوده. لا احد يملك انه يشتغل بحريته غير القناه دي. رغم ان البعض حاول انه يطعن عشان ما لهاش مصالح مع حد. بالظبط. عشان احنا ما لناش مصالح مع حد. ايوه. بنتعرض لطعن من اللي في وسطنا نفسيهم. ما هو ده والجمهور عارف مين ما هو ده صح. ده صح، يدل على ان سيادتك شغال كويس. الحمد لله. اللهم لك الحمد. واحد بيقول والله يا شيخ خالد الصدق يقتضي منا وقفه شعبيه عند البحيره لتحرير البحيره. ده رساله من ابو كريم. واحد بيقول يا شيخ خالد انا نفسي اتبرع بصومعه بس انا فقير، بس ممكن اشتغل في انشائها؟ ده انت اغنى واحد في الدنيا. والله. ده انت اغنى من اي حد ممكن تسمع عنه. انت راجل عظيم والله. انا ما تعرفش فخري بهذه السؤال، انا بهذه الرساله. انا فخور قد ايه. انت مش فقير، ده انت اغنى الناس، وممكن تيجي وتشترك معانا باذن الله. اول ما باشمهندس سياده العقيد يبدا مشروعنا ده واحنا وراه معاه، كلنا هنشترك باذن الله، وهتبقى لحظه افتخار والله. انا اعتقد انه هيبقى عيد بالنسبه لنا اما نعمل صوامع للقمح بتاع بلدنا واحنا كلنا نشترك فيها بفضل ربنا عز وجل. الله يبارك فيكم والله. واحد بيقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذة سهير موسوعة، حاولوا تستدعوها وتتبنوا أفكارها. أنا معاك يا صاحب الرسالة. لا انا عاوز اخدها في الانتخابات يا استاذ. خدنا تليفونها في الكنترول. انا عاوز اخدها معايا في الانتخابات. والله. احنا فخورين بيها جدا. يعني امرأة عظيمة بكل المقاييس. وشعرنا فيها بمصريتها طبعا وبصدقها في هو ده الشعب. هو ده الشعب المصري. صحيح يعني. واحد بيقول الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، نرجو فتح باب التبرع لمن لم يستطع دفع ثمن صومعة. معاك حق، بس الكلام ده محتاج إجراءات قبل ما نعمل أي حاجة. لكن للعلم احنا لا نجمع أي تبرعات. كل اللي جم دلوقتي ناس يعني معرفة شخصية من أصدقاء، هاني خطاب، عمرو الطنبولي، طارق العتال، حسن تطناقي، سعد يحيى البستاني،
العبد لله بس. ده كده لسه على مستوى الاصدقاء، لكن لا هيجي كثير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. واحد بيقول استصلاح الاراضي في كارثه، الاستاذ مصطفى طه. ارجوكم ده اخ سائل، وجهوا نداء للدكتور عصام لاصدار قرار بصيد وقتل التماسيح في بحيره ناصر لزياده الثروه السمكيه. الواحد بيقول بارك الله فيك يا شيخ خالد، امتى ستظل مصر تعاني من المجرمين والمنحرفين وغير المخلصين؟ واحد بعد كده بيقول 1.5 مليون تمساح، يا ريت حد يعرض الموضوع ده على الجيش. ده اسئله كلها بتدور. لكن انا لاحظت ان المهندس حسام المحترم عامل حاجه عجيبه جدا، عامل تصميم موجوده فعلا حضرتك لوحده بيوجاز. دي موجوده فعلا، وحده غاز طبيعي. هو انا يعني كان القصه لما بدانا عندنا الموضوع الجمعيه، انا للاسف يعني مش عايز اخد من وقت الدكتور لان لا ما يهمكش، لا مسابق في الموضوع يعني. الدكتور معانا على طول وهيفضل يعني معانا. هو حضرتك قلنا ايه، انا عايز اخد ال5 فدادين دول ومش عايز من الحكومه اكتر من مصروف لغايه اول موسم زراعي اوقف نفسي على رجلي وابتدي خد مني 20%. هو هعمل ايه جوه الارض؟ إيه؟ ان انا اخد ارض استصلحها ال5 فدادين. بالنسبه لي عندي مشكلتين، كهرباء وحاجه اولعها عشان اعمل لي لقمه كلها. ماشي. المفروض ان كان في زمان مشروع زراعي ان هو بيدي لحضرتك 5 فدادين عليهم بيت ريفي، عليهم حظيره مواشي وبقرتين. ده كان موجود في وزاره الزراعه اوريدي. البقرتين دول الفضلات بتاعتهم بتنزل لصرف. بعمل بيه ده مقفول محكم تماما. بتعمل صرف عباره عن خزان. هو خزان عادي جدا يعني. لو يقدر يجيبوا الكاميرا هيبقى فعلا يستاهل مكافأة ما بعد الحلقة. ما عرفش التماسيح على قفا من يشيل. فهو ادي دخول الدخول اللي في النص حضرتك. ايوه ماشي. ده دخول المخلفات وسحب السماد بعد كده. يعني هي بتنزل طبعا جوه الفضلات دي بتتخمر، بينتج عنها غازات معينه. الغازات دي بتشتعل لما بطلعها باسلوب معين اللي هي فنيه البوتاجاز والقصه ديت. الغاز ده بيشتعل. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ مش هلاقي سوري الفضلات بتاعت المواشي في الشارع في الريف. في نفس الوقت هبقى خدت طاقه اولع البوتاجاز اللي عندي. ما شاء الله. يعني وحده بتجمع فضلات المواشي. نعم. وبتحولها الى غاز نستطيع به استخدامه في اعمال التدفئه والطهي وخلافه. وبقول للحكومه كمان انا مش عايز منك كهرباء، انا هنفذ دي. ايه ده الكلام العجيب؟ دي اللي هي راجل مخترع. طاقة الرياح. والله العظيم هي موجودة على النت على فكرة. يعني انا مش بخترع يعني كتير، بس انا بجيب بس بحسب الحسابات. الكلام ده خالص. كمان بحسب حساباتي. على فكرة حضرتك ألمانيا عرضت اصلا ان هي تنفذ محطات طاقة للرياح هنا في مصر وتاخد الناتج بتاعها عندها في ألمانيا. من شدة توافر هذا المصدر في مصر. عندنا هوا في الساحل الشمالي. في الساحل الشمالي هوا. الاولانيه اللي انا شاورت لحضرتك عليها دي تنتج لك طاقه كهرباء على سرعه ريح 5 كيلو متر في الساعه. يعني شويه الطراوه اللي بتقعد فيهم بعد الظهر في اي مكان. يا سلام. تخيل حضرتك. مش عاوز ريح كتير يعني. يعني كمان المصدر موجود. أيوة. والراجل المخترع موجود. طب ايه يعني هو في حاجه بتحصل بالظبط بتعطلنا دكتور محمد عن الموضوع ده؟ والله هم ساعات يقول لك فلان ده لابسه عفريت. ده كده تفسير منطقي للاحداث. فالمسؤولين عندنا في مصر واحد ممكن واحد ممكن يعمل الكلام ده، يقول له تعالى مثلا على مستشفى الامراض العقليه. يعني ممكن الراجل ده يضيعوه. ممكن في العصر السابق كان ممكن لو جاي ينفذ حاجه ممكن يتقتل. والله وياما مش في ناس ليهم مصالح. ممكن يتقتل. طب انت حضرتك قلت في حاجه اخطر بكتير كمان من الكلام اللي قلناه. والله وطبعا انا عاوز اقول ان في البرنامج المبارك ده كنت انا قلت لسيادتك خليها المبروك احسن. اي مبروك. بدل ما اعمل ممر التنميه بتاع الدكتور الباز نوصل بس سكه حديد من اسوان السد العالي لغايه خرطوم. دي مجلس الوزراء اعتمدها واصدر بقى قرار خلاص. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. اللي حضرتك كنت قلتها في اللقاء والله
يا الله، ده اللي حضرتك كنت قلت الكلام ده. ما شاء الله. الحمد لله خلصت يعني. طيب. القمح كل الصحف شغاله من فضل الله، وده كويس، يقظه كويسه جدا. تمام. انا عندي هنا بقى يعني انا مريض بحاجه اسمها تحليل المضمون. وكنت بدرسه لتلاميذي طول عمري يعني. ما شاء الله عليك. عندي هنا خبر غريب جدا في صحيفه الشروق. واخد بال سيادتك؟ الاسبوع ده يعني بيقول، هو يوم 26 من مايو. بس سيادتك خليك ركز معايا قوي في الحكايه دي. يلا. 700,000 متعطل جديد في الربع الأول من عام 2011. اللي هو الفترة بتاع الثورة دي. 700,000 متعطل. 700,000 واحد سابوا الشغل. سابوا الشغل. الراجل ده متجوز وعنده 3 أولاد. فاحنا عندنا 3.5 مليون اتقطع رزقهم. كارثة. والست قاعدة حاطة ايدها على خدها. والراجل قاعد مكسور قدامها. ده لو اصيل. ولا يهمهم الثوره الفرنسيه ولا الثوره البلشفيه الكبرى ولا الثوره المصريه ولا اي حاجه. طبعا رغيف العيش. رغيف العيش. لكن الاسوأ من كده ان ابو بكر الجندي اللي هو رئيس المركز التعبئه والاحصاء. التعبئه العامه والاحصاء. بيقول هذا ثمن بخس مقابل ايجابيات الثوره. انا حزين وقلبي بيتقطع على 3.5 مليون اللي مش لاقيين اكل دول. طب وليه الثوره يعني ما يبقى في ثوره مباركه والناس دي تاكل برضه؟ وليه سيادته يعني لو كانت اخته منهم مثلا، اخته متجوزه واحد من دول وهو وعياله جعانين، كان فكر بالطريقه دي؟ يعني دي حاجات في الاعلام لازم تمشي تروح. وليه الراجل ده ما ادالناش الكشف بالاسماء؟ جابها قناه ازهري هنا، واحنا اتصلنا برجال الاعمال وقلنا القريب منه حد يخلي باله منه. ده بس لو في حد من رجال اعمال بره. رجال الاعمال كلهم كويسين والله، ناس طيبين والله، بيعملوا عمايل كويسه جدا. في حد بره لسه؟ لا انا بقول لرجال الاعمال اللي في مصر اللي هم بيعملوا خير. الثوره كانت قايمه، وواحد كلفني ان ابعت له 6000 كيلو رز، كان بيحط مع الكيلو الرز فرخه ويبيع ده كله ب 10 جنيه في الاحياء الخلفيه. ده انت لو قلتها لي اثناء البرنامج هسيب الحلقه واجري. اللي بعيد عن ب 10 جنيه. ايوه والله العظيم. سكاره رز بفرخه. في الدويقه وشبرا والبلاد دي هم عارفين الكلام ده وعارفين الراجل ده مين وعارفين كل حاجه. يا اخي الواحد بسبب الاعلام ده بتفوته فرص. الله يسامحكم. خدت بال سيادتك؟ اتفضل. خدت بال سيادتك؟ فالراجل ده لو قال الناس دول مين وراح رئيس الوزراء هو راجل طيب وكريم، كان برضو طلع لهم حاجه. يعني انا دلوقتي بسافر وزير الخارجيه بروح وبنجيب فلوس. خدت بال سيادتك؟ شعب جميل والله. ايوه وبنجيب فلوس. ال 700,000 دول ازاي الراجل يقول لك ده ثمن بخس بالنسبه للثوره؟ تصدق انا ايقنت في الحلقه دي. يعني المصري ده قيمته ايه يا استاذ خالد؟ انت عارف حضرتك انا ايقنت ان احنا فعلا اغنى شعب. ايوه طبعا. ومش هنجوع ان شاء الله ولا هنتحوج. والله العظيم يا فندم انا حاسس ان هذا الشعب بهذا العطاء وبتلك القيم باذن الله هنتخطى هذه المحنه. بس مش عاوزين النظره الطبقيه دي. انا مش عاوز احسس الناس ان ورزقكم عند مبارك. عاوزين نقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيوة يا مش عاوزين نحسس الدنيا انه مشي الحزب الوطني جوعنا. احنا ما كانش رزقنا على حد. هي لازم الحكومه تحل الكارثه دي. دكتور خالد انا عايز اقول للمسؤولين ايه؟ بيقول حاجه هي اخر ايه نزلت من القران الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شيل شيلتك. شيل ما ينفعش. ما ينفعش. في واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. حلو قوي التعبير. في السياسه بقى، في السياسه برضه من باب تحليل المضمون يعني. نعم. كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. الثوره كان رد فعل على النظام مبارك الظالم. اذا هي مساويه له في المقدار ومضاده له في الاتجاه. المفروض لما نيجي نعمل مصالح اقتصاديه وكده نتجه شرقا. العرب والافارقه والصين. الصين عندها احتياطي نقدي 134 تريليون دولار ومش لاقيه حته تحط فيها الفلوس.
ايه خلانا رحنا مؤتمر ال8 بتاع امريكا والدول الغربيه؟ هذا اولا. وقد يكون الناس مضطره ان هي تروح لظروف وربنا معاهم. والدكتور عصام شرف ده انا بعزه جدا وربنا يقويه ويوفقه. لكن الراجل ده قال تصريح للتلفزيون المصري، انا لو فاهم صح يبقى هو غلطان، لكن اتمنى ان اكون مش فاهم صح. قال هم قالوا لنا احنا هنساعدكم عشان الثورات العربيه ما تفشلش، ولن نسمح لكم بافشالها. العباره الاخيره دي اللي هي بتاعت ولن نسمح دي. ايوه. واضح تماما ان في فعلا في اهانه للثوره المصريه وللثورات العربيه. واحنا عاوزين بس توضيح من الدكتور عصام او من مكتبه. ايه حكايه ولن نسمح دي بقى؟ ايوه، انت تقصد ايه؟ لو كان اللي انا فاهمه صح تبقى دي العباره اللي بيسموها العباره الكارثه. لو كان اللي انا مش فاهمه صح، يعني هو قصده حاجه تانية، عاوزين توضيح بيان يصدر بكره في الصحف او بعد بكره ضروري. لان الكلام ده بره عامل شغل، جوه هنا في مصر ما حدش خلي باله منه خالص. عدت كده مر الكرام. انا والله ما خدتش بالي خالص من اللي حضرتك بتقوله ده. أيوة. لكن انت طبعا كراجل بتهتم بالامور السياسيه فعلا. ايوه. اصل انا بيني وبينك التصريحات خلاص يعني، والسياسه 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 بقى الواحد حصلت له تخمه يعني. فاحنا لا هي المشكله طبعا وراها حاجات خطيره انا مش هقولها، لكن احنا بالنقطتين احنا متجهين غربا ليه؟ والناس دي هم متعلقين بموضوع التماثيل. الامر الثاني، هل هناك من يتحكم في حريه القرار المصري؟ ايوه. لا ده اصل كان في مقال لزمنون في صحيفه هارتز قبل الثوره بشهور، بيقول احنا لن نستطيع ضرب العالم العربي بالقنابل النوويه لان الغبار النووي سيعود علينا. ده مين بيقول؟ زمنون في صحيفه هارتز. زمنون نفس القصه اللي خوفتهم في 73. لن نستطيع ضرب العالم العربي بالقنابل النوويه لان الغبار النووي سيعود علينا، وضرب دول الخليج بالقنابل النوويه سيحرم اصدقائنا من البترول. كويس؟ فلم يبقى امامنا الا تفتيت العالم العربي الى دويلات صغيره، ونبدا بالكيانات الكبيره. انتهينا من العراق وسننتهي من مصر والسعوديه والسودان. الله اكبر. الاخ زمنون. وهذا لن يعود الى ذكائنا، انما سيعود الى غباء الطرف الاخر. رئيس المخابرات الاسرائيليه من 9 شهور وهو بيسلم قال اللي بعده خلي بالك انا دافع، وده نزع الهوا في العالم كله، انا دافع 11 مليار دولار في مصر عشان اعمل فتنه طائفيه بين المسيحيين والمسلمين. ده مين بيقول؟ رئيس المخابرات الاسرائيليه. وهو بيسلم وانزعت على جميع وكالات الانباء وفي الصحف. انا دفعت 11 مليار دولار في مصر عشان اعمل فتنه طائفيه. فانت تابع الموضوع ده. الحقيقه طبعا يعني الكلام ده خطير. الكلام ده خطير. لما يجي الغرب يقول ان الثورات دي بقى بتاعتنا واحنا مش هنسمح ان حد يفشلها، مش هنسمح لكم حتى اهل البلاد انكم تفشلوها، يبقى لما نجيب الكلام ده مع الكلام ده يبقى الشباب الاطهار اللي خرجوا في الثوره دفعوا لها بدون اي تفكير في نيه سيئه. اللي لسه في 20 منهم في المشرحه. ايوه. عاوزين ندفنهم. يعني الشباب الاطهار دول قاموا بحركه، وحركه ربنا سبحانه وتعالى باركها وقلبت النظام راسا على عقب. لكن الان الغرب بيفكر في استغلال ما بعد الثوره. فاذا احنا عاوزين بس ايضاح من الدكتور عصام شرف، وهو راجل محبوب، المصريين كلهم ما اجمعوا على حب شخص زي حب الراجل ده. ربنا يكرمك. ولكن ليس بالحب وحده تسير البلاد. لا اعتقد يعني انا دايما ظني نحتاج الى شويه قوه. ظني فيه الراجل صالح. وبعدين كان معاه 2 وزراء خارجيه. كان واحد فاكر البنت كان واحد يقول له قول ايه؟ البنت اللي اتقدمت لخطبه سيدنا موسى. ايوه. وراحت حكت لابوها قالت له ايه؟ قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. اي نعم. احنا محتاجين دلوقتي القوه مع الامانه. لم تعد الامانه وحدها كافيه يا سيد دكتور محمد. اي نعم. نحن نحتاج قوه على مستوى الدوله كلها، على كل حال، تاخذ الامور بيد من حديد، ترجع لنا صوامعنا. الثوار والشهداء والشعب المصري العظيم
عاوزين بس الدكتور عصام يوضح لنا النقطه دي. طيب، ولكن عموما انا ببشرك انك عمرك ما هتقدر تقابل التماسيح الا بالقوه، ولا ايه رايك يا دكتور محمد؟ هو لا شك. ايه رايك يا سياده العقيد في الكلام ده؟ ما في بعض المشاهدين بيطالبوا ان الجيش يتدخل بالنسبه للتماسيح. دكتور محمد، انا الوقت التهمني كالتمساح واحنا الحقيقه احنا كلنا والساده المشاهدين اخذت على نفسك وعلى عاتقك ان تقوم باعداد هذه الصوامع، فارجو ان يتابعها الجمهور معنا عن طريقك باذن الله، بمشيئه الله، وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. اللهم اكفنا شر التماسيح البشريه يا رب. قبل التماسيح البحريه. هي التماسيح البحريه دي على فكره خطر داهم، يعني لانه اتخطط له ونزل البحيره وبعدين اتنقل زي ما قلت لسيادتك دلوقتي. والراجل ده هيجيب لك تمساح فعلا، اللي هو فعلا اللي جاي احمد حج خلاص، حتى نفرح الساده المشاهدين. أيوة. يعني ممكن حتى بعد كده تبقى تحنطه وتحطه على باب القناه يعني بالظبط يعني. فمن يعني تتمسح وحده فليس منا. شكرا ليك يا دكتور محمد وجزاك الله خيرا. ليك وللقناه ان احنا قدرنا نقول حاجه، وزي ما قلت لسيادتك قبل كده احنا هدفنا مصلحه المسلمين ومصلحه الناس. شكرا جزيلا ليك، شكرا ليك يا سيد العقيد حسام، راجل محترم في انتظارك. وكان اخر اقتراح جالي واحد بيقول يا ريت تفتحوا باب من بحيرة ناصر على سجن المزرعة. سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والى اللقاء غدا مع استاذي وشيخي وحبيبي وصديقي الشيخ احمد هليل في لقاء يقربكم من طاعة الله، وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. صلاة وسلاما عليك يا سيدي رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.